السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العد التنازلي الأحلى أيام في السنة بدأ خلاص. وسحورنا إيه غير الفول؟ كانت جدتي الله يرحمها تقول الفول ده مسمار المعدة. طب انتوا عارفين النهاردة كيس الفول بكام؟ انت عشان تجيبي كيس فول واحد بس زي اللي قدامك ده مش عايزة أقل من 30 جنيه. 30 جنيه بتقولي يا رب يكفي. طب وعلى إيه؟ ما تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الفول على طريقة أجدادنا بتاع زمان. الفول بخيره زبدة بلدي، تيجي تهرسيه يبقى زبدة بلدي ومحتفظ بلونه وما يغمقش معاكي، وخزنيه وبألف هنا وشفا على قلبك وقلب حبايبك. يلا نصلي على الحبيب واقول لكم النهارده انا عملت الفول ازاي. اول حاجه هتحتاجيها النهارده طبيعي الفول. هتجيبي نص كيلو فول تكون حبايته فاتحه مش غامقه، فول بلدي. انا بصراحه بحب فول الضحى جدا جدا. الحبايه بتاعته حلوه ماسكه نفسها، مش كبيره مش صغيره. هتفرق معاكي بجد لما تجربيها. مش عايزاه هاتي من عند العطار فول بلدي يكون حلو فاتح مش غامق. وهنقيه ونغسله كويس قوي، نغسله اكتر من مره بعد ما نكون منقيينه كويس قوي قوي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. بولة محترمة بقى وحطي الفول بتاعك فيها بنفس الطريقة دي، وانزلي عليها بمية سخنة. فكرة المية السخنة دي أنا أول مرة أعملها السنة دي، خدتها بصراحة من الراجل اللي بنجيب من عنده الفول في عربية كده جميلة جنب البيت عندنا، بيعمل فول رهيب. قال لي انقعيه من بالليل في المية السخنة أحسن من المية الباردة وهيديكي نتيجة وهمية. وجربته وفعلا كان معاه ألف حق. ده كده الفول نقعناه. الخطوة التانية بقى بولة تانية واسعة برضو هتنزلي فيها بكبشة، ده طبق صغير مش كبير، من الفول المجروش. كبشة كده حاجة صغيرة. ده الطبق بتاع المخلل، طبق صغير بس هي الكاميرا خدعة شوية، قريبة قوي فخدعة شوية. وبرضو كبشة من القمح، قمح البليلة، لان زي ما قلت لكم ان انا النهارده هعمل معاكم الفول بطريقة جداتنا زمان. وكبشة برضو مغسولة من الحمص الشام. يبقى انا حطيت حمص، حطيت فول مجروش، حطيت حمص شام، حطيت قمح بليلة. وبنفس الطريقة برضو بعد ما اقلبهم مع بعض تقليبة بسيطة كده هنزل عليهم بمية سخنة برضو لحد ما اغطيهم. يبقى انا حطيت الفول في طبق لوحده او في بولة كبيرة لوحدها، وحطيت الحاجات التانية او الاضافية اللي انا هحطها عليه في طبق تاني لوحده. وهرجع هغطيها برضو بنفس الطريقة وهسيبها. احنا دلوقتي بالليل، بكرة الصبح هرجع لكم. بكرة الصبح كده نرجع ونبص عليها. كده الفول حجمه ضعيف زي ما انتوا شايفين، والحباية ما زالت محتفظة بلونها الفاتح. هنزل بالطبق التاني، هحط الاتنين على بعض، هنزل البولتين على بعض بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي بقى اكمل بقية الاضافات. شوية عدس، حوالي معلقتين 2 عدس اصفر، وجزراية واحدة مبشورة. والجزر ده بيفرق جدا 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 في لون الفول وفي طعمه، وما بيخليش الحباية تغمق معاكي كمان. زي ما انتوا شايفين انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. بعد كده هضيف شرايح ليمون، ليمونتين 3 كده متقطعين شرايح، وتضيفيهم زي ما هما بعد ما تغسليهم طبعا. وبرضو هرجع انزل بمية مغلية لحد ما اغطي الفول، ميه سخنه لحد ما اغطي الفول واغطيه حبه حلوين كده، مش يبقى يعني زي ما انتوا شايفين الميه عاليه قوي عن الفول. وبورق فويل وابتدي اقفل الحله بتاعتي كويس قوي، لان الخطوه دي بتكتم الحراره فبتساعد على تسريع عمليه السوى. وفي نفس الوقت البخار ما بيطلعش بره، فالحبايه برضو ما بتغمقش معايا. وهحط على ده الغطا بتاعه، هولع عليه. النار تبقى عاليه، ياخد غلوتين، اهدي النار شمعه واسيبه مع نفسه ساعه ونص، ساعتين، ساعتين ونص كمان لحد ما يستوي. سبته ورجعت لكم ساعتين ونص تقريبا. تيجي بس ارفع الفويل بالراحه لانه هيبقى سخن قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله. وده بيكون شكله معاكي. ولا حطينا كركم، ولا حطينا كاري، ولا حطينا اي حاجة تدعم اللون، كله طبيعي. الجزر مع الحمص الشام هما اللي ادونا اللون المميز ده. شايفين هي بسم الله ما شاء الله زبدة معانا ازاي. هبتدي بقى عند الخطوة دي
اجيب حله تانية واقلب الفول كله علشان اتاكد ان الفول من اول حبايه لاخر حبايه مستوي معايا. حله تانية كده واقول بسم الله وارجع تاني انزل بسم الله ما شاء الله بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. تخيلي بقى بنص كيلو فول انتي وفرتي كام، وفرتي وقت ومجهود قد ايه، عملت لهم حاجه نظيفه في البيت. استمري عليها كمان في بعد رمضان، هتبقى الدنيا جميله جدا جدا معاكي. انا بقلبه قدامكم اهو، مفيش ولا حبايه سمراء ولا حبايه غامقه. الغيره بتاع الفول معايا قوامه متوسط، مش تقيل ومش خفيف، ما اضطرناش نحط له اي اضافات تانية. وعند الوقت ده بقى وهي سخنه بنجيب الاكياس الحراريه اللي بتتحمل الحراره، مش الاكياس العاديه، الاكياس اللي بتتحمل الحراره وما بتتفاعلش معاها. وفي اي حاجه بلاستيك كده او اي حاجه بحيث انك تقدري تثبتي طرف الكيس عليها. وقسمي الفول بتاعك في الاكياس دي حسب استخدامك، حطي حسب استخدامك انت للفول اليومي قد ايه، وقفلي الكيس كويس قوي قوي. وكملي بقى لحد ما تخلصي كل الكمية. جربي الفول بالطريقة دي وانا واثقة انك هتدعيلي وهتبطلي تشتري فول من بره تماما تماما. بقفل الكيس قدامكم وهرجع اكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. شايفين ما شاء الله عمل كمية قد ايه، والكيس مليان. يعني الكيس مش مجرد مغرفتين زي ما بيحطلك بتاع الفول بره، لا ده الكيس بتاعي بسم الله ما شاء الله مليان، يعمل 3 اكياس من الفول اللي بتشتريه من بره. يعني زي ما قلت لك 30 جنيه او 40 جنيه كمان في الكيس الواحد، انت اختصرتي كل ده في نص كيلو فول. كده وصفتي خلصت واشوفكم بخير والسلام عليكم.